ايه ده؟ مين اللي كان بيصلي وسايب المصليه كده؟ مش قلنا كذا مره نلم المصليه عشان ما توسخش؟ ايه ده؟ انت لسه داخل البيت دلوقتي يا استاذ؟ جالي البيت بعد الفجر. طبعا، ما هو البيت بقى لوكاندا، وطبعا مش عامل ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ مصليه؟ انت كنت بتصلي الفجر في الجامع؟ ياه، ظلمتك يا ابني. تقبل الله يا حبيبي. ايوه كده يا يوسف، طول ما انت صاحي تروح تصلي الفجر حاضر في المسجد، وانا هدخل اتوضى دلوقتي عشان اصلي انا كمان. الحمد لله، الحاجه الوحيده اللي اول مره اشيلها من على الارض تيجي معايا مصلحه. تمام جدا كده. ادخل انام. مش معقوله كده، البيت كله ما فيهوش اي حاجه غير فيها. كل من الحله ببقك على طول. هو انت مربي جاموسه؟ انا بني ادم. ايوه، اعمل لك ايه يعني؟ طب ما تاخد طبق من اللي في النيش جوه. يوسف، انا بحذرك، امك لو رفعت بصمات من على النيش ولقيتها مطابقه لبصماتك هنشرب على روحك قهوه سوا. ما تقلقش يا بابا، انا هلبس جوانتي. وشكرا، كنتش عارف انك خايف عليا للدرجه دي. لا، انا ما بحبش القهوه ساده. انا قلت كده برضه. ما تقلقش يا بابا، انا هاكل فيه واغسله وارجعه مكانه. الحمد لله. نحطه مكانه بقى. يا نهار ازرق، ارفع بصماتي. هتقتلني. لازم اخبي الكيس ده بسرعه، هاخده معايا وانا رايح الدرس. رايح الدرس يا ماما. وايه اللي في ايدك ده؟ ده مش مصدقك. دي اخر حاجه كنت اتوقعها منك. هتنزل الزباله بنفسك يا حبيبي. بس يا سيدي، وخدت الكيس ومشيت، وكانت بتدعيلي وانا نازل كمان. يعني انت رجعت البيت متاخر، وابوك افتطر السيخ وبتطيب فدي، وامك تسلطيها الطبق وبتحطته في الدبايه، وهي افتطرتها بتساعدها في البيت. ايوه، نوقف فيها بقى. لا يا حبيبي، ده كل ده بمجهودي، يعني شويه حركات بسيطه كده تطلعك من اخطر المواقف. يا ابني محظوظه. ولا انت بتشتم ولا ايه؟ ولا كمان مش فاهمك. يا محظوظ حظ يا صاحبي. خلاص فهمتك. طب بس بقى انت هو عشان امين الشرطه دخل. السلام عليكم يا اولاد. لو سمحت، اللي ما دفعش 150 جنيه فلوس الحصه ما ينساش يدفعها وهو طالع، تمام؟ ما تنسوش. 150؟ ياه، ده انت بتكسب قد كده. بسم الله، نبتدي الحصه. صفحه رقم 51 هنبتدي السؤال الثالث، الخطوه رقم 2. حل المثال التالي: 40 في 40 زائد 680 ناقص 480 يساوي كام؟ يلا يا ولاد. احنا 12 واحد في 150 جنيه. صفر معانا الواحد. 1 زائد 1 ضرب 5. ايه يا ولاد، هي مسألة التفكير ده كله؟ دي هيلا خطوة واحدة من المسألة كلها. امال لو جبت لك بقى جا وجاتا وظا تعمل ايه؟ طب يا ولاد، اللي هيجيب الناتج بتاع المسألة دي أول واحد فيكم هياخد نفس الرقم فلوس مهما كان الرقم. يعني بيكسب في الحصة 1800 جنيه؟ ايه ده؟ برافو عليك يا يوسف. شايفين صاحبكم قاعد ساكت ومركز معايا وبيحسب في عقله. يا ابني محظوظة. مش عارف ليه حسيتك بتشتم المرة دي. يا خايط مرزق ابو السلكان، التراب في ايدك يبقى دهب. وانا عندي وعدي. امسك يا يوسف. $2,000 years later. يعني انت جاي تعاتبني على موقف حصل من 20 سنة
وبتقول لي ان انت في يوم فرحي ما خدتش قطعه جاتوه كريمه مع انك كنت عاوزها شوكولاته؟ على فكره بقى انت فاكرها حاجه بسيطه، لكن الكريمه دي بالذات بتعبر ان انا واحد غريب عن الفرح. برضه هيقول لي غريب؟ يا عم انت هو مش كان فرح اختك؟ ما دخلتش وجبت لنفسك ليه؟ ويقولوا عليا بقى مفجوع واول مره اشوف جاتوه في حياته. امال انت بتقول ايه دلوقتي؟ ما هو كلامك ده بيدل على انك راجل مفجوع وجربوع. ايه؟ انا راجل؟ Enemy down. يا جماعه في دروب هناك، تعالوا نروح نبش. لا بقى انت زودتها قوي، وشكلي كده هرجع لايام الشقاوه وهمد ايدي عليك. اللهم طول لك يا روح، ما تخلينيش بقى انسى انك في بيتي وهزقك. ده بيت اختي يا ابني. طب تعال خد. اي ما وجعتنيش. ولا دي وجعتني. اوعى خد. يا نهار ازرق يا جدعان، ايه الضرب ده كله؟ صلوا على النبي، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا اسف يا سيدي. لا يا سيدي انا اللي اسف، حقك عليا وهات راسك ابوسها كمان. لا يا عم عليه العفو. تصدق يا واد يا يوسف اول مره يكون لك دور ايجابي في البيت. انت متخيل اللي انا بقوله لك ده حصل؟ والله يا ابني. الو انت سامعني يا اسطى؟ الو يوسف، ممكن تساعدني وتحل معايا اسئله الامتحان الاونلاين ده؟ السؤال الاول ايه؟ التاني بقى ما مجموع ايه؟ يا ابني ايه؟ هي كل الاجابات ايه؟ ايوه ماشي. ايه ده؟ انا جبت 10 من 10. الله، انا اول مره اجيب الدرجه النهائيه. شكرا يا يوسف. ايه؟ لا انا خلاص خلصت وكل الاختيارات طلعت رقم ايه زي ما انت قلت لي بالظبط. قلت لك ايه؟ ايه؟ انت فاكر ايه يا استاذ؟ انت فاكرني بنجح كده في الامتحانات بالصدفه؟ لا يا حبيبي، انا بذاكر وبلعب وبتعب. ويلا بقى امشي من هنا عشان معايا مكالمه مش فاضي. ماشي. الو يا ابني. ايه مش سامع. الله. بقول لك ايه يا زميلي، ما تسلفني كده 500 جنيه اللي انت اخدتهم جايزه من البستر النهارده. اولا ايه في حياتك يستدعي 500 جنيه؟ ثانيا انت عليك ليا 270 جنيه. ثالثا انا عاوزهم. كده يا زميلي؟ وهو في فلوس بين الصحاب برضو؟ عيب والله. عيب ايه؟ وانا بشرح لك درس التكاثر في الحيوان؟ بقول لك هاتهم. الله يرحمها يا زميلي، تعيش وتاخد غيرها. كده ماشي تمام. الو يا حته عامله ايه؟ انا نازله. نازله؟ مفيش نزول، ادخلي يلا على اوضتك يلا. لا هنزل، فيها ايه يعني؟ اشمعنى انا؟ يعني برضه مش عاوز تسمعي الكلام؟ حلو قوي، يبقى نفضها. انت من طريق وانا من طريق. انت فاكر نفسك هتهددني؟ يا ابني انت مفيش واحده هتعبرك من بعدي. دي فرصتي. تلاقيه قاعد بيكلم ابوه دلوقتي. يلا يا اسلام عشان نخرج. ايه ده؟ صوت مين اللي معاك دي؟ انا اسفه خلاص يا اسلام. والله انت رجوله يا زميلي، خليت شكلي جامد قدام البت بتاعتي. بقول لك ايه، امسك فلوسك اهي واكتر كمان. فتح. السلام عليكم اعزائي المشاهدين في كل مكان من القاهره للجيزه. النهارده بحلقه جديده من برنامجكم بتعرف تعد لحد كام، ومعانا متسابق جديد نحب نتعرف بيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب يوسف شعبان الاول على مدرسته في ماده الوطنيه. لا شاطر. طيب تقدر تقول لي ايه هي عاصمه السودان؟ طبعا سهله، الخرطوم. هتقول حاجه؟ لا طبعا هقول لي ما ينفعش حاجه تطلع قدام التلفزيون. الخرطوم. حطوا له نقطه الاجابه دي في الكنترول. برافو عليك. حاسب بقى تغرقنا. عشان خرطوم يعني وكده. حضرتك دمك رخم قوي. ودلوقتي وصلنا لاسئله السرعه. السؤال بيقول: ما تقول السؤال؟ ما انا بقول لك اسئله السرعه، السؤال خلص قبل ما اقوله. ودلوقتي نيجي لسؤال الحلقه، سؤال ب 100,000 جنيه. تقدر تعد لنا وتقول لنا انتوا كام واحد في البيت بالظبط في خلال 5 ثواني فقط؟ 5. برافو عليك، انتوا فعلا 5 اشخاص في البيت، انت ووالدك ووالدتك وجدك واخوك الصغير.
إجابة صحيحة وفي وقت قليل جدا، وتستاهل ال100,000 جنيه جايزة البرنامج. وكل خد عليه خوخة 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 خوخة. ستوب! ايه ده؟ ايه في ايه؟ ايه ده؟ انت جيت منين ودخلت هنا ازاي وليه اصلا؟ هو ايه اللي جيت منين؟ جيت من السقف يعني؟ ما انت فتح الباب بنفسك امبارح. ايوه ده امبارح، احنا في النهارده. لا ما هو الوقت اخر بقى، فقلت بات عندكم امبارح يعني. طول عمري بكره عيلة امك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ضيعت مستقبلي. لا وحظ اوفر السنة الماضية ان شاء الله. والى هنا سيداتي انساتي سادتي تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. عمتم صباحا. شكلك لسه زعلان من موضوع المسابقة. انا مش زعلان على المبلغ، انا زعلان انا جاوبت صح واول مرة ما تجيش معايا. مش عارف ايه اللي حصل لحظي. يا ابني حظ ايه؟ ما انا وانت عارفين ان هي جت معاك كده بالبركة، فزعلان ليه بقى؟ وبعدين انت كده او كده ما كنتش هتعرف تجاوب على السؤال صح في الوقت اللي هم عاوزينه. ايوه بس انا جاوبت بالصدفة وكان المفروض ان انا اكسب. يا ابني افهم، مفيش حاجة اسمها صدفة. الراجل ما بيسيبش الصدف والحظ هما اللي يحددوا له مستقبله، ولا بيفضل قاعد مكانه ومستني الفلوس تلعب معاه وتجري في ايده وهو ما بيعملش حاجة. ربنا قال فامشوا في مناكبها، وقال برضه فاسعوا فيها. يعني رزقك مكتوب وهيجيلك لحد عندك، بس لازم تسعى عشان تؤجر عليه. حتى النبي عليه افضل الصلاه والسلام قال لك اعقلها وتوكل. عليه الصلاة والسلام. فهمت؟ سيبك بقى من الصدف والحظ وتوكل على الله، ثم الجهد والسعي. اعقلها وتوكل. نسيتها بس ماشي، يلا والله نسيتها. مش هحاول اعمل اي حاجه. ثانيه ممكن ابص. لا مؤاخذه انا سوري اندمجت شويه. انا كنت اقول ايه؟ ايه اللي حصل ده؟ نرجع تاني. دي كانت حلوه، ما ينفعش اعملها مرتين. يا ابني محظوظه. يا ابني العين فلقت تمام تمام. كلمني. لو قلت لي ايه اللي في الطبق ده؟ لا تاخد الوضعية. وشي تمام. صباحي. يوم ورا يوم حبيبي ما جاني نوم، حبيبي ما جاني نوم، حبيبي ما جاني نوم. لكن اسمها ولا اشكمني صح؟ اشكالني. الكوبايه دي حلوه قوي. ماشي يلا. يوم ورا يوم حبيبي مديني جيت، حبيبي وديني جيت، حبيبي وديني جيت. هلا هو بان؟ ايوه ها؟ ايوه في يلا. المرايه. يوم ورا يوم حبيبي ما جاني نوم، حبيبي